تمام الماتش شغال. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ الفيديو ده اتأخر بسبب واحد غشيم ابن بيلعب معايا الساعة والبيجح بعد ما كسرني يقول لك وحصل بقى حوارات في رجلي ورمت، رحت كشفت. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ النمرة كام؟ عملت أشعة، الحمد لله مفيش حاجة، واديني اهو قدام. المهم الفيديو ده هكلمك عن أسوأ معالجات ممكن تشتريهم للألعاب، منهم معالجات حرفيا نص شلتي جايباهم في التجميعات، والغباء بقى اللي جايبه عشان الاسم واللي جايبه عشان السعر واللي جايبه عشان جديد. فتابع معايا وافتح لي دماغك كده ويلا بينا نبدأ الفيديو. المعالج اللي هيرجعك للعصر الحجري الانتل كور اي 3 10100 اف. بص يا معلم، المعالج ده مثال حي على جمله ما يغركش الاسم. تسمع اي 3 تقول تمام، تسمع اف تقول ده اختصار فخر، لكن الصدمه انه اختصار فاشل في الالعاب. المعالج ده نازل ب 4 عنويه و8 ثريد، وده معناه انك لو ناوي تلعب العاب حديثه فانت رسميا داخل على حفله تهنيج مش طبيعيه. اي لعبه تقيله هتحس انها بتاخد نفسها بالعافيه، كانك بتتفرج على مسلسل حلقاته كلها عباره عن تجاره تحميل، غير ان الكاش ميموري قليل، وده معناه انك لو بتلعب العاب مفتوحه زي سايبر بانك ما تستغربش لو الشخصيات فجاه بقت مربعات كانك فاتح ماينكرافت. وطبعا ناهيك عن ان مفيش كارت شاشه مدمج، يعني لازم تشتري كارت شاشه منفصل. بس المصيبه هنا لما تركب كارت شاشه محترم تلاقي المعالج مش قادر يواكب الاداء، وكانك مركب موتور توك توك في عربيه خياليه. نيجي بقى للاداء في الالعاب. لو دخلت على العاب زي جي تي اي في هتحس انك بتشوف اللعبه على شكل عرض شرايح فريم فريم كانها باوربوينت مش جيم. ولو جربت وور زون مبروك عليك دخول ساحه المعركه بدون سلاح، لان الفريمات هتبقى عامله زي الطلقات الفاضيه. اما سايبر بانك فمش بس هتشوف تهنيج، ده انت هتشوف بصراحه انت حاولت تقدم معالج اقتصادي بس للاسف طلع اقتصادي زياده عن اللزوم. ولو عايز حاجه رخيصه بس تشغل الالعاب كويس عندك الرايزن 5 5500 او حتى اي 3 12100 اف، هيدوك اداء احسن بكتير بفرق بسيط في السعر. المعالج اللي هيخليك تفكر 1000 مره قبل ما تشتريه الاي ام دي رايزن 5 3400 جي. المعالج ده زمان كان حل اقتصادي كويس لاي حد عايز معالج بكارت شاشه، لكن في 2025 ده بقى زي عربيه 128 وسط عربيات كهرباء، جايب 4 انويه و8 ثريد، وده كان مقبول من كام سنه. لكن دلوقتي مع الالعاب الحديثه تحس المعالج بيجري بشبشب مقطوع. المشكله الكبيره في كارت الشاشه المدمج الفيجا 11 اللي زمان كان يشغل الالعاب الخفيفه، بس دلوقتي تجربه الالعاب الثقيله عليه زي انك بتحاول تفتح فوتوشوب على كمبيوتر من 2005. طب تلعب سايبر بانك؟ لا، ده انت هتشوف سايبر سلايدشر. الفريمات هتكون حاجه رمزيه، كأن اللعبه بتقول لك انا بحاول بس مش قادر. تيجي تفكر تحط كارت الشاشه خارجي محترم عشان تحل المشكله، مبروك انت دخلت في حفله عنق الزجاجه. وقولوا لي لو عايزين نتكلم عن عنق الزجاجه ده في فيديو لوحده. المهم المعالج هيخنق الاداء، وهتحس ان كارت الشاشه بيشتغل بنص طاقته، وكانك مركب موتور مكنسه كهرباء في عربيه سباق. الحل ايه؟ ما تقربش منه. عندك الرايزن 5 5600 جي، فرق سعر بسيط واداء احسن بكتير، وهيعيش معاك الالعاب الحديثه. انما ال 3400 جي لو اشتريته دلوقتي فانت رسميا داخل على تجربه بطء، وكانك بتلعب كل الالعاب في وضع السلحفاه. الانتل كور اي 5 11400 اف، المعالج اللي هيديك امال كدابه. بص يا كبير، لما تسمع اي 5 تقول تمام ده معالج جامد، لكن الحقيقه ان المعالج ده شبه مصيده الفيران، شكله مغري بس اول ما تقع فيه هتعرف انه اتنصب عليك. يا مرار يا مرار. المعالج ده جاي ب 6 انويه و12 ثريد، وده شكله كويس نظريا، بس المشكله في السرعه المحدوده والتردد بتاعه واطي وما عندوش كسر سرعه. يعني حتى لو فكرت تزقه عشان يطلع شويه اداء زياده هيبص لك ويقول لك، وده بيخليه اضعف بكتير من المنافسين اللي في نفس الفئه السعريه زي رايزن 5 ال 5600 اكس اللي بياكلوا عيش في الالعاب. تيجي تجربه في الالعاب الجي تي اي في هتشتغل، بس هتحس انك في زحمه اكتوبر الساعه 2 الظهر، هتكون تجربه مش لطيفه. مع كارت الشاشه قوي زي الار تي اكس 3060 او الار اكس 6700 هتلاقي نفسك مش مستفيد بكل الفريمات اللي المفروض تاخدها، لان المعالج بيخنق الاداء وبيتصرف كانه مأجر شقه فوق كارت الشاشه. غير كده استهلاك الطاقه والحراره بتاعه كارثي. مع التبريد الافتراضي المعالج هيبقى شغال ساونا، ولو مشغل لعبه تقيله هتحس ان الكمبيوتر بقى دفايه كهرباء. الحل ايه؟ بدل ما تحرق فلوسك عندك الرايزن 5 5600 اكس، اسرع وابرد وافضل في الالعاب بفرق واضح. ولو عايز حاجه من انتل فالاي 5 12400 اف اختيار احسن بكتير. انما ال 11400 اف ده معالج هيديك امل انه قوي وبعدين يبيعك في اول فايت. الاي ام دي اف اكس 8350، المعالج اللي فاكر نفسه تنين وهو مجرد سخان كهرباء. زمان لما كنت تسمع عن 8 انويه و4 جيجا هرتز كنت تقول ياه ده وحش كاسر، بس الحقيقه المعالج ده كان اكبر خدعه في تاريخ اي ام دي، واللي يشتريه دلوقتي يبقى حرفيا وقع في مقلب كرتون. المعالج ده كان نازل ينافس الاي 5 والاي 7 زمان، بس بدل ما يديك اداء عالي كان بيسخن اكتر من موتور عربيه في نص نقل في عز الصيف. تخيل انك شغال على فوتوشوب او بتحاول تلعب جي تي اي في، فجاه تلاقي الفريمات بتنزل كأن المعالج بيقول لك انا تعبت يا
معلم. والاسوأ من كده استهلاك الطاقه بتاعه، بيسحب كهرباء كانه مصنع حديد شغال 24 ساعه. اما في الالعاب فالمعالج ده بيخنق كروت الشاشه الحديثه خنقه قرون وسطى. لو عندك الار تي اكس 3060 او الار اكس 3600 هتحس ان الفريمات اقل من المتوقع، وده لان المعماريه قديمه جدا والاداء في الالعاب الحديثه بطيء زي شبكه الانترنت في 2010. الحل ما تفكرش فيه خالص، حتى لو لقيته ببلاش وفر ثمن الكهرباء وهات رايزن 5 3600 او الاي 3 12100 اف، ارخص واسرع وابرد. انما الاف اكس 8350 ده شغال سخان كهرباء مش معالج. المعالج اللي بيغلب بدون فايده الانتل كور اي 7 7700 كي. المعالج ده كان ملك الجيمنج زمان، اي حد كان عايز يشغل العاب تقيله كان بيحط عينه عليه. بس دلوقتي الوضع مختلف تماما، جاي بتردد 4.2 جيجا هرتز ومع 4 انويه و8 مسارات، وكان بيشغل كل حاجه وقتها. بس المشكله انه وقف عند دي دي رام 4 وما بيدعمش البي اس اي ال 4.0. يعني مع الكروت الجديده هتحس ان الاداء مكتوم شويه، ده غير ان استهلاك الطاقه بتاعه عالي وسخونته بتبقى نار. يعني لازم تبقى مجهز له تبريد محترم، ولو فكرت تكسر سرعته فهتحتاج فريزر مش مشتت. في 2025 تقدر تلاقي معالجات احسن بنفس السعر واداء اقوى بكتير زي الرايزن 5 5600 اللي هيديك عدد انويه ومسارات اكتر واستهلاك طاقه اقل، وكمان دعم البي سي اي اي 4.0 عشان تستفيد باحدث الكروت. بس لو لسه عندك اي 7 7700 كي فهو مش ميت تماما، بس اكيد محتاج تفكر في التحديث قريب. وفي النهايه اختيار المعالج المناسب بيحدد تجربتك في الجيمنج والشغل، فما تاخدش قرار بناء على كلام قديم او مواصفات على الورق. شوف احتياجاتك الفعليه واختار اللي يناسبك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان ما تفوتش اي حاجه جديده. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. سلام.